السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض طاجن ورق العنب بطريقه سهله حلوه جدا وهتخليكي تلفيه بسهوله، مش محتاجه حد يلف معاكي. وهنعمل مع بعض برضو الفراخ المشويه في الفرن، تتبيله حلوه جدا. بجد هتطلع معاكي حلوه جدا وطعمها حلو قوي بجد، كانك شويها بجد على الفحم. وورق العنب ان شاء الله باذن الله نعمله بطريقه سهله، ويا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك عشان يوصل له كل جديد، ولايك وشير ان شاء الله باذن الله يعجبكم الفيديو. بجد الفراخ حلوه جدا جدا زي ما انت شايفه، بجد كانها معموله على الفحم، حلوه خالص وجميله وطعمها حلو جدا، مقرمش من بره وطريه من جوه. ويا رب تكون الحلقه تعجبكم ان شاء الله باذن الله. انا هبدا معايا هنا الاول، هنزل بالبصله، اعملها بزيت، حاطه زيت بس زيت يكون كويس، بصلتين كبار او بصلتين صغيرين او بصله كبيره، تبدا تدبليها شويه على البوتاجاز. وبعد كده بنزل عليهم بالكزبره والملح، يعني بتحطي البهارات بتاعتك، انا ما بحطهاش كلها، يعني بحط جزء مع البصله تمام، وبعد كده بحط جزء تاني، وحطيت فلفل اسود وبحمر فيها شويه وملح. وبعد كده بقلب فيها شويه، اول ما بتدبل معايا يعني ما بتحمرش قوي، مش بتوصل لدرجه انها تتحمر خالص. وبعد كده بحط شويه خضره من خضره المحشي، بحط فيها شويه واقلب فيه مع البوتاجاز. بعد كده بنزل بباقي البهارات تاني. بجد التركايه دي بتخلي المحشي حلو جدا. وبعد كده بنزل بالصلصه، وبتغلي شويه على البوتاجاز مع الخضره اللي انا حطيتها مع البصله في الاول، بتخليها حلوه جدا جدا جدا، جربيها. وبعد كده هتحطي المرقايه وتقلبيهم وتسيبيهم شويه يغلوا كده على البوتاجاز، يعني يتسبكوا شويه. انا حطيت هنا معلقتين صلصه، وبعد كده سبتهم يغلوا على البوتاجاز حلو قوي. وبعد كده هنزل بباقي الخضره، اللي هي خضره المحشي، واقلب فيهم شويه. وبعد كده بنزل بقى بالرز، يعني هنا عامله نص كيلو رز على نص كيلو ورق عنب، خلاص. وبقلب فيهم، بسيبهم على البوتاجاز شويه لغايه ما احس ان خلاص كده الحله او الصينيه ما فيهاش ميه، خلاص الرز شرب، يعني بسيبه 5 دقايق تاني كده على البوتاجاز بعد ما بحط الرز. هنا هتعملي طريقه هنا كده، ان انت هتفردي الورق العنب الاول، وبعد كده تحطي عليه الرز. الحركه دي بتخليكي تلفي بسرعه، يعني انا ما كملتش بجد ربع ساعه وخلصته. يعني الحركه دي بدل ما تقعدي تجيبي ورقه ورقه، بتحطيهم كده قدام بعض وبتحطي الرز، وبعدين بتبداي تلفي. لو ورقه صغيره بتحطي ورقتين، ورقه كبيره خلاص تمام، خلاص. وبعد كده دي بتسرع معاكي، بتتنيها من على الجنبين كده، بتقفليها من على الجنبين، وبعد كده تبداي تلفي الورقه. بجد هتسهل معاكي الطريقه دي، حلوه جدا. بتقفليها من على الجنبين بحيث الرز ما يطلعش منك، وبعد كده تبداي تبرمي كده فيها، تلفي فيها لغايه ما تخلصي الكميه كلها بالطريقه دي، يعني تخلصي تفردي ورق تاني برضو. بجد الطريقه حلوه جدا، هتسهل معاكي قوي. انا كنت خلصت الاولانيه وحطيت تاني غيرهم. ويا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك عشان يوصل له كل جديد. بصي انا طبقتها من على الجنبين بحيث اغطي على الرز من على الجنبين. وبعد كده ويا ريت الخشن يبقى من جوه، يعني ورقه العنب دي تبقى من جوه الخشن والناعم من بره. انا كنت مخزنه ورق العنب ده في التلاجة، وعلى فكره في ورق كتير بيبقى مغشوش قوي، الورقه الخشنه والغامقه قوي دي اللي هي تحسي ان هي قريبه من اللون الزيتي، بلاش منها، ده مش ورق عنب. الورق العنب بيبقى اخضر فاتح وناعم وصغير، فمش اي ورق هيبقى ورق عنب، يعني في كتير قوي بيغشوه. فخلي بالك الورق الغامقه جدا هي دي مش ورق عنب، وبتبقى خشنه كده وناشفه، حتى بعد ما بتستوي وبرده مش بيبقى حلوه. انا هنا كنت خلصت الكميه كلها، يعني نص كيلو. انا حطيت طماطم وبصل في الطاجن، وممكن ترصيهم في حله براحتك وباي رصه تعجبك. انا هنا كنت خلصته. انا كان عندي شوربه في التلاجة، شوربه لحمه او اي شوربه عندك بتشيليها بتخزنيها، بتنفع بعد كده في اي وقت بنحتاجها للمحاشي زي كده او اي حاجه بعد كده شوربه. انا كنت الشوربه دي كانت عندي في التلاجة، طلعتها وغليتها على البوتاجاز يعني سخنه، وباخد وبحط منها على ورق العنب، وعصرت ليمونه كامله. انا مش لما باجي احط شوربه مش بغطي ورق العنب، يعني الشوربه بتاعت ورق العنب بتبقى تحت شويه لانه مش بياخد سوا زي المحشي، تمام. يعني ورق العنب انا هوريك ان هو هيبقى باين،
يعني الشوربه تحتيه، الشوربه تبقى باينه بس يعني من تحت من جوه كده، لكن مش بغطي ورق العنب ان هو يبقى الشوربه هي اللي مغطياه، لا، لان هو مش بياخد سوا معايا كتير. تمام. انا كده خلصته وهحطه على بوتاجاز يستوي على ما نعمل خلطه الفراخ. انا عباره هنا طماطم وبصل وفلفل وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا وملح وفلفل اسود، وهنا دي معلقه عسل ومعلقه دبس رمان ومعلقه صلصه. خلطتهم مع بعض كويس، وهضرب كله في الخلاط لغايه ما يديني الخليط ده كده. تمام. وهنزل بيه بقى على الفراخ اللي هدخلها الفرن، وانا مفتحه الصدور وكده. دي فرخه انا مفتحه الصدور بتاعتها زي ما انت شايفه بالسكينه، وهدخل فيها كل التتبيله. بجد حلوه جدا بجد، يعني كانها بجد مشويه على الفحم، حلوه جدا خالص، وطلعها لك محمره جدا، لان انا حاطه فيها دبس رمان معلقه ومعلقه عسل ومعلقه صلصه مع الخلطه، فهي مخليها حلوه جدا، طريه قوي وتحميرها كويس. وبعد كده تدخليها على الرف الوسطاني، بس اهم حاجه تكوني مغطياها يا بورق فويل يا غطا عادي، واول ما بتدخل في السوا بتحشي الغطا وتاخديها بقى بعد كده على الشوايه على الجنبين، هتطلع لك حلوه جدا جدا. وبعد كده انا كان ورق العنب عندي استوى تماما حلو جدا، والفراخ برضو كانت استوت، بجد طعمه هايل حلو خالص، والطريقه هتسهل عليك خالص. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، بالف هنا والشفا يا رب على قلبكم يا رب، ان شاء الله باذن الله تعجبكم. وهنا الفراخ معايا زي ما انت شايفه بجد كانها معموله على الفحم، حلوه جدا، يعني مقرمشه من بره ومحتفظه بالطراوه بتاعتها من جوه، حلوه خالص وطعمها حلو جدا. الطريقه دي حلوه خالص، وممكن بعد ما تطلع من الفرن ممكن تحطي لها حته فحمه براحتك، بس هي مش محتاجه، يعني جميله جدا حلوه خالص. ويا رب تكون الحلقه عجبتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.